المشاهدون الأكارم، طبتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم تلتقي بأعضاء لجان حل الخلافات في عنسبة. السفيرة صوفية سلمريم تشارك في أسبوع القانون لمنظمة الأمم المتحدة. المزارع المطرية في مديرية عرزة تصل مرحلة الحصاد. بوتين يعلن عن تغيرات جوهرية في عالم متعدد الأقطاب خلال قمة ديفوس. بريطانيا تقلل أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة. قادة يحثون دول العالم على جمع تمويل لإنقاذ الطبيعة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفادت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم أثناء لقائها بأعضاء لجان حل الخلافات في إقليم عنسبة، أفادت عن بدء عمل لجان حل الخلافات التي تعمل على أساس ضمان مشاركة المجتمع، باعتبار أن القانون يخدم المجتمع وينبغي على المخالفين تعويض المجتمع. تحت هذا الإطار التقت الوزيرة ب 408 عضو في لجان حل الخلافات بالطرق السلمية والقانونية العاملين في 91 ضاحية في كل من مدن كرن وعلبرعد وحقات، وفي الفترة من 7 وحتى 9 من أكتوبر الجاري. كما التقت باللجان العاملة في مديرية أسماط في 22 من نفس الشهر. وأوضحت الوزيرة فوزية أن تنظيم عمل لجان حل الخلافات على مستوى الضواحي يمكن من مشاركة المجتمع القانوني وضمان استمرار واحترام الأعراف الاجتماعية، بالإضافة إلى لعب دور في تأكيد السلم والتعايش والاعتماد على الذات. وأضافت أن الشؤون التي تؤثر على الأسر كونها نواة المجتمع أن تراعى بطريقة مقربة، نظرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الأسرة في التوريث والحفاظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية. وأشاد أعضاء اللجان المنتخبين على المبادرة التي تسير عليها وزارة العدل بالاعتماد على حل الخلافات بالطرق المتعارف عليها في المجتمعات الإريترية قديما، وعلى الجهود التي تبذل في تحسين الخدمات القضائية ودراسة الثغرات وإيجاد حل لها لتأكيد ضمان العدالة التي ناضلت من أجلها الجبهة الشعبية. وأوصت الوزيرة في الختام أعضاء اللجان والأعيان المنتخبين للتحلي بالقيم المتوارثة المتبعة قديما في حل الخلافات سلميا لضمان وحفظ السلم والتعايش المتبادل في المجتمع الإريتري. تشارك المندوبة الدائمة لإريتريا في منظمة الأمم المتحدة السفيرة صوفية سلمريم في أسبوع القانون للأمم المتحدة المنظم بمناسبة الذكرى 125 لتأسيس محكمة التحكيم الدائمة. نظم الحفل في 22 من أكتوبر الجاري تحت شعار نقلة من العقد القديم إلى الرؤية الحديثة، وذلك بحضور دبلوماسيين وخبراء وناشطين قانونيين. أوضحت السفيرة صوفية في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة أن احترام إريتريا للقانون والقرارات التي تتخذ لحل الخلافات الدولية نابع عن قيم احترام القانون العريقة لدى المجتمع الإريتري. وأضافت أن إيجاد سبل قانونية لحل الخلافات هو عرف بديهي لدى إريتريا وشعبها، بذكر أن أساس هذه المعرفة القانونية هو القوانين والأعراف الاجتماعية المتوارثة منذ القرن الرابع عشر التي خدمت في إدارة الموارد العادلة وحل الخلافات داخليا وسلميا. وذكرت احترام إريتريا الاتفاقات والقرارات القانونية التي اتخذت في حل مشاكل جزر حنيش من على اليمن والخلافات الحدودية مع اثيوبيا، ومدى تحل إريتريا بالقوانين والصبر برهانا على نظرة إريتريا على القانون عامة والقوانين الدولية خاصة. وأكدت في الختام فهم إريتريا العميق واحترامها لمحكمة التحكيم الدولية في حل الخلافات الدولية لضمان السلم والاستقرار الدولي. أفاد مكتب الزراعة في مديرية عرزة بأن 80% من المزارع المطرية بلغت مرحلة الإثمار والحصاد. وأوضح مسؤول المكتب السيدة محرة أرأيا زراعة حوالي 15,000 هكتار هذا العام بالذرة الرفيعة والبقوليات والبذور الزيتية.
وحول تخزين المياه ذكر أن 12 سدا و52 حفيرا في المديرية امتلأ نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت أكثر في شهري يوليو وأغسطس، فضلا عن نمو جيد للحشائش في المرعي. من جانبهم أوضح المزارعون أنهم سيواصلون العمل حتى تصل الحصاد وجمع وتخزين المحصول. وجه خبراء الزراعة دعوة للمزارعين إلى العمل الجاد لتحسين إنتاجهم كما ونوعا باستخدام البذور المختارة التي تم دراستها واختبارها في مراكز البحوث الزراعية. جاء ذلك في الجولة التفقدية لنتائج الأبحاث الزراعية التي جرت بمناسبة يوم المزارعين في مشتل الأكلالات في مديرية قلوج بحضور وزير الزراعة السيد أرفاين برهيم. وقال مسؤول المشتل بالإنابة السيد يوهانس يوسف إن المركز سيجري أنشطة تركز على تنمية الخضروات والفواكه والثروة الحيوانية ووقاية النباتات والحفاظ على المياه والتربة وعلم النبات وحماية الموارد الطبيعية والبحوث الهندسية. وأوضح المدير العام للمعهد الوطني للبحوث الزراعية السيد تسقاي برهنم أن أهداف البحوث الزراعية هي إنتاج محاصيل مقاومة للجفاف والآفات والأمراض، وتربية الماشية لزيادة إنتاج الألبان، وإدخال تقنيات الحفاظ على المياه والتربة وتحسين الإنتاج الزراعي نوعا وكما. وأشار إلى تسجيل نتائج مشجعة في جميع المجالات. وحث المزارعون على خلق وسيلة لوصول البذور المختارة إلى المزارعين وتوسيع مشتل الأبحاث وتكثيف الأبحاث والتجارب على الخضروات والفواكه. وقال وزير الزراعة السيد رفاعين برهيم في الختام إن الأبحاث الزراعية هي حجر الزاوية في الأنشطة الزراعية ويجب الاهتمام بها، ودعا إلى التواصل المستمر مع المزارعين لزيادة الاستفادة من منتجات البحوث الزراعية واتباع المزارعين لنصائح وإرشادات المهنيين الزراعيين. عقدت إدارة مديرية فورتساوا اجتماعات في 12 إدارة الضاحية لجعل المشاركة في التعليم توازيا مع الفرص المتاحة. وأوضح مدير المديرية بالإنابة السيد أرقاي مبرهة في الاجتماعات التي عقدت في إدارات ضواحي هوميبه وربدة وتمرات وتل آي وواكاي وسنكت كناب وقرمايكا وأديبرا وعليت وبلدة فورتساوا أن عدم تجمع القرى وتدني وعي أولياء الأمور من أسباب انخفاض المشاركة في التعليم ويجب تصحيح ذلك. ودعا الاستفادة الجيدة من الفرص التعليمية المتاحة وتشجيع مشاركة الإناث في التعليم، مناديا إدارات الضواحي ورجال الدين للعمل بقوة لإرسال الأطفال إلى المدارس. يقوم السكان بنفير لمد أنابيب المياه من السد إلى قرية عد قيح في إدارة الضاحية عد صناف في مديرية قلانفعي. وذكر مدير عد صناف وعد قيح السيد هبت مرام نقاش أن العمل جار بمشاركة قوية من السكان لحل إشكالية المياه. وأشاد مسؤول خدمات المياه في الإقليم الأوسط السيد قرماي تقلع بمبادرة السكان. ودعت مسؤولة لجنة قرية عد قيح السيدة يرقى ألم لبسو لتعزيز دور إدارة الإقليم والمديرية لإنجاز العمل الجاري بإمكانات السكان. تبعد عد قيح الواقعة في إدارة ضاحية عد صناف مسافة 18 كيلومتر من أصبرة. استشهد المناضل المقدم صهي برهاني عضو الجيش الشعبي في 21 من أكتوبر الحالي جراء مرض ألم به عن عمر نحز 83 عاما. التحق المناضل صهي برهاني في صفوف قوات التحرير الشعبية في يناير من العام 1975 وعمل أثناء النضال في القوات المقاتلة وقسم الإعلام آنذاك، ثم عمل بعد الاستقلال في الشرطة وقيادة الجيش الشعبي بالفرقة 24 بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل الشهيد المقدم صهي برهاني رب أسرة وأب لولدين، وولد جثمانه الثرى ظهر اليوم الأربعاء 23 من أكتوبر في مقبرة الشهداء بأسمرة. تعرب قيادة الجيش الشعبي في وزارة الدفاع عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل المقدم صهي برهاني، وتعزي أسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا الأكارم، كانت هذه حصيلة الأنباء الداخلية. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا.
أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تغيرات جوهرية في عالم متعدد الأقطاب خلال القمة السادسة عشر لمجموعة بريكس. وقال بوتين في كلمة إن موسكو تسعى إلى تعزيز مكانة مجموعة بريكس في العالم والتركيز على حل المشاكل العالمية والمحلية. وأشار إلى أن دول المجموعة تظهر مسؤولية في تعاطيها حول الأوضاع العالمية بالأفعال وليس بالأقوال. من جانبه قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أن سياسة القطب الواحد المعتمدة عدت إلى هذا التوتر في فلسطين ولبنان. وكانت أعمال القمة السادسة عشر لمجموعة الدول بريكس انطلقت بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة حول العالم، بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 30 دولة أخرى. وتعد هذه القمة أكبر تجمع دولي يعقد في روسيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. قررت المملكة المتحدة إقراض أوكرانيا 2.3 مليون جنيه استرليني كجزء من اتفاق دولي يقضي باستخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف في إعادة بناء أقتصادها. وأوضحت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أن الأرباح التي تجنى من تلك الأصول لم يحتفظ بها لكي تستخدمها روسيا في المستقبل، بل ستستخدم لتمويل أوكرانيا. وقد أدلت ريفز بهذه التصريحات أثناء اجتماعها هي وزير الدفاع البريطاني جون هيلي مع الجنود الأوكرانيين الذين يتدربون في المملكة المتحدة. وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها ستقدم تشريعات محلية في الأسابيع المقبلة لتحويل الأموال الجديدة إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن. وتعد هذه الأموال جزءا من حزمة القروض التي اتفقت عليها مجموعة السبع في يونيو الماضي، والتي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار مدعومة بأرباح من الأصول الروسية المجمدة، وهي تضاف إلى 3.9 مليار دولار من الدعم السنوي الذي تقدمه بريطانيا لأوكرانيا. أكد قادة في الأمم المتحدة وممثلو بلدان أنه يتعين على نحو 200 دولة تجتمع في الوقت الراهن في كولومبيا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي كوب 16 أن تتحرك بشكل عاجل لجمع مليارات الدولارات لوقف التدمير السريع للطبيعة. وقبل عامين اعتمدت البلدان اتفاقية كونمينغ مونتريال الإطارية العالمية للتنوع البيولوجي، والتي حددت خلالها قائمة تتألف من 23 هدفا للمساعدة في وقف تدهور الطبيعة بحلول عام 2030. وتقع على عاتق مؤتمر الأطراف السادس عشر مهمة معروفة كيفية تنفيذ هذا الاتفاق، والذي تضمن تخصيص 200 مليار دولار سنويا للحفاظ على البيئة. وأنشئت البلدان المشاركة الصندوق الإطاري العالمي للتنوع البيولوجي في العام الماضي، لكن المتحدثين في افتتاح القمة أبدوا أسفهم لأنه لم يجمع حتى الآن سوى الملايين وليس مليارات الدولارات كما كان متوقعا. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني معطل 9 قياديين في تنظيم الدولة الإسلامية في عملية نوعية في منطقة جبال حمرين شمال البلاد، في حين أعلن البنتاغون إصابة جنديين أمريكيين بجروح في الضربة. وفي بيان صدر عن مكتبه تحدث السوداني عن معطل ما يسمى والي العراق في تنظيم الدولة، و8 من كبار قيادات التنظيم في عملية نوعية استهدفت الجحور المختبئين بها في جبال حمرين. وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية من جهتها إنه تم قتل 9 إرهابيين، من بينهم ما يسمى والي العراق المدعو جاسم المزروعي أبو عبد القادر، وقادة آخرين من الخط الأول لعصابات داعش. ولفت إلى وجود تقارير تفيد بإصابة 2 من الجنود الأمريكيين بجروح، موضحا أن حالهما مستقرة ويتلقان العلاج. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم تلتقي بأعضاء لجان حل الخلافات في عنسبة. السفيرة صوفية السومالية تشارك في أسبوع القانون لمنظمة الأمم المتحدة. المزارع المطرية في مدينة عرزة تصل إلى مرحلة الحصاد.
بوتين يعلن عن تغيرات جوهرية في عالم متعدد الأقطاب خلال قمة بريكس. بريطانيا تغرد أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة. وقادة يحثون دول العالم على جمع تمويل لإنقاذ التجمع. انتهت النشرة، إلى اللقاء.